ايه الاخبار؟ 7 افكار تقدر انك تبدا بيهم بالصفر راس مال، يعني مش شرط ان يكون معاك فلوس علشان تبدا. اظن مفيش احسن من كده. يلا بينا. رقم 1، لو كان عندك محتوى مفيد بموبايلك تقدر انك تصور فيديوهات وتعمل قناة يوتيوب وتخلي نفسك طويل فيها، وعلى المدى البعيد هتلاقي فيه مقابل مادي حلو جدا. ولو كان المحتوى بتاعك مطلوب وليه متابعين كتير فعايزك تضمن ان النجاح والفلوس هيجيلك من بدري جدا. 2، تقدر تدور على تاجر او مستورد وتعرض عليه انك تاخد منه عينات وتنزل تسوق في السوق بعمولة بعد ما ياخد منك كافة الضمانات بدل ما يوظف موظف، وتبدأ بالمناطق القريبة من بيتك، وممكن تسوق من خلال الجروبات على الفيسبوك مثلا. مثال للموضوع ده علشان تفهمه اكتر، انت ممكن تروح لمصنع او تاجر كبير بتاع ملابس وتاخد منه قطعه وتلف بيها على الناس اللي هم قريبين منك، واللي يطلبها تروح رايح للتاجر ده تقول انا عايز 5 قطع علشان في ناس طلبتها مني، تاخدهم وتروح تبيعهم للناس. هتاخدها من التاجر بسعر الجمله وتروح تبيعها للناس بالسعر اللي انت كنت جاي لهم عليها. او ممكن تتفق مع المصنع او مع التاجر بعدد القطع اللي هتبيعها ان يكون ليك عموله فيها. رقم 3، في نظام اسمه افلييت، يعني زي انجاز تقدر من خلاله انك تشتغل مسوق اونلاين من بيتك وعمولتك توصل لك على المحفظه بتاعتك، كل ده وانت في البيت. فاعمل سيرش على اليوتيوب واعرف يعني ايه نظام التسويق بالافلييت، هتلاقي في ناس كتير جدا بتشرح الموضوع ده وباستفاضه تامه. رقم 4، لو عندك خبره في مجال معين ممكن تقدم الخدمات الاستشاريه في المجال ده اونلاين او من خلال زوم كمدرب، يعني انك تدرب الشركات الكبيره اونلاين من خلال معرفتك في المجال اللي هم شغالين فيه. رقم 5، لو عندك خبره في مجال معين ممكن تعمل كورسات اونلاين من خلال زوم، انك تقدم كورسات تعلم فيها الناس حاجة جديدة أو مهارة جديدة. رقم 6، لو أنت عندك مهارة بتتقنها كويس ممكن تدخل على موقع زي خمسات ونفذ لي وتعرض عليها خدماتك، وأيا كانت مهارتك هتلاقي إن في ناس بتدور على حد عندهم المهارة اللي هي عندك ديت علشان ينفذ لهم حاجة، واللي بيتسمى بالاسم العمل الحر أو الفريلانس. رقم 7 وآخر حاجة، ممكن تشتغل سمسار لأي حاجة، مش شرط إنك تكون سمسار عقاري، ممكن تساعد حد بيقدم كورسات إنك تسوق له بالعمولة. أنا كده خلصت. لو أنت بتدور على فكرة سهلة تجيب منها فلوس كتير ريح نفسك وما تدورش علشان دورنا قبلك وما لقيناش. في اي فكره علشان تنجح محتاج من صاحبها عزيمه قويه زائد صبر زائد تطوير مستمر زائد اتقان زائد توكل على الله هيساوي النجاح. فلو الفيديو عجبك ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي وتشترك في القناه علشان بننزل موضوعات تهمك وتفيدك جدا. سلام.